نشوف عصير الدوم بتاعنا اللي عملناه النهارده. بسم الله. زي ما انتم شايفين كده عصير الدوم ده طبيعي 100%. يلا ندوق ونقول بسم الله، وتابعوني ولايك وشير، وما تنسوش تشتركوا في قناتي على اليوتيوب او صفحتي على الفيسبوك. معانا 2 لتر من الماء كده من الميه، و2 كوب من الدوم كده. طبعا هتروحوا عند اي عطاره تقدروا تجيبوا الدوم ده. طبعا زي ما انتم شايفين كده بننقعهم بقى من مده 6 ساعات ل 12 ساعه. طبعا انا نقعتهم 24 ساعه، بس اقل حاجه 6 ساعات. بعد كده 24 ساعه يوم كامل بنرفعهم زي ما انتم شايفين كده، بنرفعهم على النار. بياخدوا ربع ساعه غلو على النار. بعد ما خدوا ربع ساعه غلو بقى بنبدا نصفيهم، ما بنضربهمش في الخلاط ولا حاجه. بصفيهم بعد ما صفيتهم كده بقى ببدا احطه في اي مضرب عندي، واحط له السكر 2 كوب من السكر كده عشان احليه، وبرجع اصفيه تاني عشان ما يبقاش فيه اي رواسب. كده عصير الدوم جاهز معانا وبألف هنا. تحفه بصراحه يا جماعه، تعملوه تحفه وطبيعي وبيظبط الضغط. عصير الدوم الطبيعي 100% ان شاء الله هتقدروا تعملوه في البيت. عصير الدوم ده يا جماعه له فوائد عديده، من ضمنها بيظبط الضغط ان شاء الله. وانتوا لو دخلتوا على جوجل فوائد عصير الدوم، وعصير الدوم طبيعي 100%. هو ده الكلام. قلت بلبن اهي، قلت بلبن. كل سنه وانتم طيبين. رمضان كريم علينا وعليكم وعلى صاركم.